نفسك في حاجة وهتموت عليها وعمال بتستناها أيام وشهور وسنين، والحاجة دي مش بتيجي أو مش بتحصل، لدرجة إن أنت خلاص يئست، وصلت لمرحلة إن شاء الله عنها ما جت، أنا قرفت ومش هستنى وشكلها كده مش هتيجي، فأنا مش فارق معايا. وأول ما تحس بالإحساس ده ويحصل عندك الشفت ده، الحاجة على طول بتحصل، مش سحر ولا شعوذة. ده يا عزيزي اللي حصل معاك اسمه الاستغناء. الاستغناء هي البوابة لانك تاخد كل حاجة انت عايزها، وانت دايما تكون كسبان، وانت تاخد الشخص اللي بتحبه وكل حاجة نفسك فيها. ازاي؟ تعالوا نشوف. ازيكم يا حلوين، انا ديانا وده ديانا شو. هكلم فيه معاكم في مواضيع كتيرة ومختلفة ومتنوعة، بس دايما هيكون الهدف من نخلي حياتنا اجمل واحلى واسعد واظرف لينا واللي حوالينا. اتعلم منكم وتعلموا مني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم بيا. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن حاجتين، التعلق والاستغناء. بس عشان اوضح حاجه كده من اول حلقه، عشان التيرمز الاتاتشمنت ده بقالنا كتير بنسمعه، الانكشس اتاتشمنت والافويدنت اتاتشمنت، اللي هو التعلق القلق والتعلق المتجنب. الموضوع ده حلقه ودراما لوقت تاني مش النهارده، لكن احنا هنتكلم عن التعلق والاستغناء بشكل عام. هنعدي على الارتباط القلق شويه كده، نمسي عليه وبعد كده نرجع تاني، لكن ده مش هيكون اساس الحلقه. الحلقه النهارده هنتكلم زي ما قلنا عن التعلق والاستغناء. ما هو التعلق؟ التعلق هو لما تربط إحساسك بقيمتك وسعادتك بحاجة خارجة عنك، بشخص أو بهدف أو بصورة أنت شايفها، ولو الحاجة دي ما اتحققتش فأنت قيمتك كده بتروح، ولا التكامل بتاعك ده كله بيروح. زي مثلا تقول أنا مش هعرف أعيش من غيره، أنا مش هعرف أتنفس من غيره، أو أنا أقول مثلا لو ما خدتش الشغل ده أنا مش هكون ناجح، أنا هكون فاشل، لو ما قبلونيش في الشركة دي يبقى أنا مش نافع، يبقى انا مش هعرف اعمل اي حاجه انا عايزها. ده اسمه التعلق. طيب يعني انت عايزاني ابقى ايه؟ انسان بارد متبلد المشاعر، ما عنديش الحراره والحماس اللي جوايا ده؟ في فرق بين التعلق الصحي والتعلق الغير صحي. التعلق الغير صحي ده توكسيك. الاستغناء مش معناه انك تكون بارد، ومش معناه تكون انت مش فارق معاك وزي ما تيجي تيجي. هو صح في منه، لكن هو معناه ان انت ما تربطش كيانك وسعادتك وثقتك في نفسك وقيمتك بحاجه أو شخص أو نجاح أو فلوس أو أي حاجة كانت. هو إيمانك وثقتك الكاملة التي لا تتزعزع بان انت في الحالتين كسبان. ازاي؟ يعني لو الحاجه ربنا اراد اللي انت تعبت ليها وشقيت وسعيت والكلام ده كله حصلت، يا سيدي خير وبركه، لكن لو ما حصلتش يبقى برضه خير وبركه. ازاي؟ شوف، في الحالتين انت الكسبان. في الحاله الاولانيه خدت اللي انت عايزه، في الحاله الثانيه لو ما خدتش اللي انت عايزه فانت ما بقتش نفس الشخص اللي بدأت في الرحله دي. فخلي التعلق بتاعك بالرحله، بالشخص اللي انت بتتكون، بشخصيتك اللي بتتصقل. الشخص اللي انت بدأت فيه هو مش نفسه هو الشخص اللي مع نهايه الرحله دي انت اتعلمت، اخدت خبرات، خدت مهارات، خدت تجارب. دلوقتي لما هتبدا حاجه تانية هتبدا بمنتاليتي جديده، تبدا بشكل جديد، بمهارات مختلفه، طبعا احسن بكتير من الاول. فانت كسبان زي ما قلنا، ان حصلت انت كسبان وان ما حصلتش انت كسبان. ده الاستغناء، يعني بما معنى ان انت تدي 100% من نفسك، بما معنى ان انت تدي 100% من اللي عندك، مجهود وتعب وشقة ووقت، عشان في الاخر عارف ان حصلت انت كسبان وان ما حصلتش برضه انت كسبان. في الحاله دي انت ما بتكونش علقت حياتك على نتيجه او على شخص، بالعكس انت كده معلق حياتك، وده التعلق الصحي، على الشخص اللي انت هتكونه. انت النهارده هتكون احسن من الشخص اللي كان امبارح، وامبارح انت احسن من الشخص اللي كان من شهر. فده اللي بيحصل في التعلق وفي الاستغناء. زي ما قلنا الاستغناء مش تكون بارد وما عندكش دم، كلنا عندنا يبقى عندنا الحماس والحراره دي اساسا، دي الحراره اللي بتخلينا نسعى ونشقى ونعمل اللي احنا نفسنا فيه ونحقق احلامنا ونحقق اهدافنا. طيب ندخل بقى ايه في الامثله العمليه. في نوعين مثلا من التعلق. عندك التعلق بهدف او بفلوس او بنتيجه معينه، ذاكرت وما جبتش الدرجه اللي انا عايزها، اتدمر؟ لا طبعا. اشتغلت وشقيت في المشروع ده، او مثلا زي الرسام رسم لوحه وطلعت تحفه وجميله، وحاجه حصلت واللوحه دي باظت، حد دلق عليها حاجه ورمتها، ايه هتبطل رسم؟ لا طبعا، هي المهاره من جواك، هتفضل برضه تدي وتنتج. ليه؟ لان هويتك وشخصيتك مش معتمده على نتيجه، مش جايه من بره،
جاي من جواك. الشركه دي ما قابلتكاش في الشغل، يا اخي ان شاء الله عنهم ما قابلوني، اكيد ربنا كاتب لي حاجه احسن في مكان تاني. اكيد لو انا اشتغلت معاهم هتكون في توكسيك انفايرمنت وهيعملوا لي قلق ولبش وانا مش هكون مبسوط معاهم. اديني اتعلمت وخدت خبره في المقابله، زي مثلا بيحصل معانا احنا كممثلين، كل شويه رايحين اوديشن ورايحين كاستنج والكلام ده، وبيتقال لنا لا مليون مره قبل ما يتقال لنا اه. كل تجربه اوديشن اللي بيحصل فيها ان انت ايه، بتمرن نفسك، بتمثل شويه، ترتاح شويه قدام الكاميرا، بتشوف وجوه جديده اللي لو ما افتكرتكش النهارده وما اديتكش الدور بتاعك النهارده هتديهولك في وقت تاني. لو انت فعلا حطيت كل الافورتس اللي عندك وحطيت كل المجهود وعملت احسن ما عندك، الناس مش بتنسى، مش هتنسى اللي انت عملته. ولو انت ما نفعتش في البروجكت ده يبقى تنفع في بروجكت تاني. ده اللي بالنسبه للاهداف والنتائج والفلوس. الفلوس ما بتعملش بني ادم، احنا اللي بنعمل الفلوس. الفلوس مهمه جدا وانا عارفه هو متيقنه من كده، لكن الفلوس مش هتيجي لشخص محتاج ومتزرزر عليها. الجزء التاني من التعلق وده مشهور ومعروف معانا، هو التعلق والتمسك بشخص. هو النص التاني، هو الحب الاولاني، هو الهواء اللي انا بتنفسه، الاكل اللي انا باكله، الدم اللي بيجري في عروقي. انا ما اقدرش اعيش من غيره. ام كلثوم دخلت معانا كده على الخط، حاجه في منتهى الشعريه والجمال والرومانسيه. حابه اقول لكم دي حاجه توكسيك ومنيله بستين نيله. اول حاجه لما حد يجي يقول لك في نصك التاني او ده نص التاني، كده انت بتاكد فكره ان انا شخص ناقص وغير متكامل، محتاج حد يجي من بره يكملني. ما انت ربنا خلقك بقيمتك وبالتكامل بتاعك، يعني وانت كده تمام، مش مستني حد يجي يضيف عليك عشان انت ايه، تبقى شخص متكامل. ملكاش نص تاني. اي حد يجي على حياتك هو يضيف ليها. لما تيجي تقول مثلا زي ما قلنا ده حبي، ده حياتي، حبيبتي حبيبي، let me explain something to you. اقول لك حاجه هنا، الشخص ده مش الاكسجين، مش الاكل اللي انت بتاكله، مش النوم اللي انت محتاج تنامه، ومش الراحه اللي انت محتاج تاخدها. هو يعني مجرد شخص. حتى كمان دلوقتي في وقتنا ده عندك كمان الانترنت، انت مش انترنت، فانا مش هبقى مش هعرف اعيش من غيرك. دي الخبريه اللي الخبريه اللي حابه اقولها لكم النهارده. انت فعلا تقدر تعيش من غير الشخص ده، حياتك مش هتقف. مفيش حد حياته بتقف على حد، كله بيعدي وكله بيمشي. المشكله في الموضوع ده العوامل السلبيه اللي اول حاجه، لما انت تاخد شخص معين وتعمله محور الكون بتاعك والحياه بتبدا وبتنتهي عنده، اول حاجه انت حطيت ضغط على الشخص ده. الشخص ده خد مسؤوليه سعادتك والويل بينج بتاعتك وبقت شغلته. طب ده حرام، هو ذنبه ايه؟ ليه انت مش عارف تكون المصدر لنفسك، مستني حد يديلك الكلام ده؟ مش ذنبه ومش شغلته ان هو سعادتك تكون مهمته الاساسيه في الحياه. وعلى فكره لما ده ما بيحصلش ولما الشخص اللي احنا بنحبه، على فكره انا عارفه ان وقعت كمان في الموضوع ده، الشخص اللي احنا بنحبه ما يبقاش مصدر سعادتنا ومصدر كل حاجه حلوه في حياتنا، بيحصل ريزنتمنت. احنا بنبقى كده، انت مش كفايه، انت مش بتعمل لي الحاجات الكفايه اللي انا محتاجاها. طبعا في اختلاف بين البير مينيمم، الحاجات اللي في الاخر، وبين ان انت تخلي شخص هو المسؤول وماسك مفاتيح سعادتك. حاجه تانية، انت كده بتقول انا لا حول لي ولا قوه، انا ايه، ماريونيت، في حد بيحركني، حد بيسيرني، مصيري في حد تاني برايا ماسكه، هو اللي بيتحكم فيه. انت كده ما عندكش كنترول. واللي بيحصل ما احنا ما بيكونش عندنا كنترول لحياتنا، التوتر والقلق بيزيد عندنا، بيحصل كركبه في النيرفس سيستم بتاعنا. انت كده اديت الباور بتاعتك لحد تاني وراك، غير ان انت حطيت عليه لود هو مش محتاج ياخده، اذا كان هو شخص مش مستعد للكلام ده، لان مفيش شخص كامل ومفيش شخص بيعمل كل حاجه صح، فاكيد ظننا هيخيب بشكل او باخر لو احنا ما هملناش الكوبايه بتاعتنا من نفسنا. فده اللي بيحصل في التعلق غير صحي. الشخص ده لو ما كلمنيش، يا انا يومي كده هيبوظ. انا لو ما ردش على التكست بتاعتي مش هقدر اعمل اي حاجه في حياتي. حياتك ليتلي بتقف عند مسج من حد، عند كلمه من حد، عند تصرف من حد. وده مش مجرد بس للعلاقات الرومانسيه، especially عند الامهات اللي بيعتبروا ان حياتهم كلها اولادهم، محور الكون بتاعهم اولادهم، لازم يشوفوا مبسوطين مش مبسوطين، اكلين مش واكلين. عشان كده لما الاولاد دي بتتجوز وبتخرج من البيت، ال الامهات دي بيحصل عندها فقدان للهويه. طب انا ايه غير ان انا ام؟ انا ايه وجودي غير ان انا الزوجه وبهتم بعيلتي؟ لا، انت اكتر من كده بكتير. انت عندك حاجات كتيره تعمليها وحاجات كتيره يعني تثبت ليكي قيمتك لنفسك. اولادك مش هم اساس القيمه بتاعتك، جوزك او الشخص اللي انت بتحبيه مش هو اساس القيمه بتاعتك، ده بيجي كله من جوه. فده بيأثر زي ما قلنا على الحاله النفسيه، بيزيد التوتر، بيزيد الاكتئاب، بتبقى انت كده متزرزر ومش عارف انت بتعمل ايه، وبتحس ان لا حول ليك ولا قوه. حاجه تانية، الدنيا ما بتديش محتاج طول ما انت انا عايز البتاع ده، انا عايز الراجل ده يحبني، انا عايز البنت دي تحبني، انا عايز الشغل ده، انا عايز الفلوس دي، وزن زن زن زن، مش مفيش حاجه مفيش حاجه هتجيلك، لان النقص بيجيب نقص. انت طلبك للحاجه دي جاي من نقص. لكن لو انت كنت شخص متكامل، الحاجه دي جت حلو،
ما جاتش مش هتاخد منك، انت اوريدي كامل. كده ربنا بيقول لك طول ما انت بتزن وعايز الحاجه دي بشكل مميت ومعلق حياتك كلها عليها، طب مش هديها لك، عشان تعرف وتتيقن ان انا خلقتك كامل كده بذاتك، وقيمتك فيك مش جايه من بره. لحد ما تتعلم الدرس ده بقى وتتفهمه، مفيش حاجه هتاخدها. افضل زن من هنا للصبح، الدنيا ما بتديش محتاج. وكمان يعني اتس ده نيدي انرجي. لما انت مثلا في حد بيحبك وانت مثلا او انت مش يعني مش حاسس قوي كده، والشخص ده كل شويه بيكلمك واحنا عايزين نعمل كذا مع بعض، وانا بحبك وانا عايزك تبقى في حياتي، هتقرف. ايه القرف ده؟ خلي عندك دم، خلي عندك شويه كرامه، ما تبقاش مدلوق قوي كده يعني. خلي عندك كيان، ما تحسسنيش ان انا اهم حاجه في حياتك. إيه انت حياتك فاضيه للدرجه دي؟ إيه انت حياتك هايفه قوي مفيش فيها حد غيري انا؟ واللي بالعكس بيحصل لما احنا بنعمل كده مع حد، احنا نديله فكره ان انا ملياش وجود، انا ملياش قيمه من غيرك، عشان انت النفس والحب والروح والحياه. ترارارا، يعني حاجة مقرفة، حاجة كده ايوه. طب ازاي نحول الكلام ده؟ ازاي نعمل تغيير المايند شيفت؟ قبل ما نتكلم هنعمل المايند شيفت دي ليه؟ طب انا انا بحب الشخص ده ولازم اديله ال 100% بتاعي، مظبوط، بس ما تنساش نفسك في السكة. ما تضيعش كيانك ووجودك وشخصيتك عشان شخص، عشان لو الشخص ده لا سمح الله راح، انت مش هتبقى في ولا حاجة. ليه؟ عشان انت واخد كل حاجة من بره، السورس المصدر بتاعك فاضي، فاملاه من عندك. لما بنوصل لمرحله الاستغناء، لما بنوصل ايه، يا رب انا هعمل اللي عليا وزي ما تيجي تيجي، اللي في الخير ربنا يقدمه، بس انا هديها 100%، انا هدي كل اللي عندي ومش هقصر. اللي بيحصل في المرحله دي، اول حاجه ان انت بتحس براحه نفسيه، بيبقى عندك ثقه وسلام داخلي، والكنترول بيبقى في ايدك. انت ما بتقدرش تتحكم في الحاجات اللي حواليك، الكنترول الوحيد اللي بتقدر تتحكم فيه هي مشاعرك وردة فعلك على الحاجات اللي بتحصل حواليك. فعشان كده مش هتفرق كتير ان جاتهم او ما جاتش. ده بيديك زي ما قلنا سلام وراحه نفسيه، بيقلل التوتر وبيقلل الاسترس، والنيرفس سيستم بتاعك مش بيبقى قاعد متزرزر. كمان في المستوى الروحاني، انت كده لما تكون انت حاسس بالكمال كله، ربنا بيديك اكتر. لما انت تكون مقدر الحاجه اللي عندك وعارف ان انت ايه، انا مكتفي، انا مكتفي والحمد لله كل حاجه عندي، وانا راضي، وصح هسعى وهبقى اكبر وهبقى احسن، لكن اللي فيه خير ربنا هيديهولي، ربنا هيديك اكتر. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا النقص بيجيب نقص. لما انت تطلب من مكان عايزه واحتياج، الحاجه مش هتجيك. لكن لما تطلب الحاجه وانت من مكان، يعني من مكان رجال، يعني من مكان ان انا كامل، الحاجه هتجيلك مش هتلعب فيها. وده حصلت معانا كذا مره، زي ما انا قلت في الاول خالص، ان في حاجات كتير بنبقى متمسكين بيها وعايزينها تحصل سو باد، يا رب يا رب يا رب انا عايزه الشغل ده، انا عايزه الفلوس دي، وما بتحصلش. لكن مجرد ما خلاص بقى يا رب حصلت وما حصلش مشكله، الحاجه دي بتحصل على طول. ليه؟ بيحصل شيفت في الانرجي، الفريكونسي، الذبذبات بتاعتك بتتغير، ما بتبقاش جايه من مكان نقص، تبقى جايه من مكان وفره وخير. طب نبدا نعمل ازاي؟ اول حاجه اسال نفسك، لو انت عندك متعلق بحاجه او متعلق بشخص، والشخص ده او الشغل ده او الفكره دي عامله لك ازمه ومش قادر تشيلها من دماغك، طب انا ايه النقص اللي عايزه اعوضه عندي، عايزه اخده من بره واعوضه في نفسك؟ لما تسال السؤال ده هتعرف ايه المشكله اللي عندك وانت تملاها، هتشوف الفراغ عندك منين وهتملاه من نفسك. الحاجه التانيه، تغير المعنى. بدل ما انا حابب الحاجه دي، انا حابب المشروع ده، انا حابب الهدف ده، انا حابب اعرف انا هكون ايه لما اوصل للحاجه دي. فيكون التعلق بتاعك في الجورني، في الرحله، في المهارات اللي انت هتكتسبها فاستمتع، استمتع بالرحله، لان كده كده انت هتعمل اللي عليك. لكن انت عملته وانت مجرد بس ان حاجه قدامي وعايزه اوصل لها وخلاص، ومتزرزر من الحاجات اللي مش عايزه اعملها، فهتبقى ايه، حاجه مزعجه وهتاخد وقت ومش هتستمتع بيها، والموضوع والمده هتطول كمان معاك. علشان كده استمتع بالرحله، استمتع وشوف الشخص اللي انت هتبقى عليه. ارجع لنفسك، ارجع لذاتك. انا في سؤال كان كتير بيتسال على السوشيال ميديا، لو انا سالتك انت مين من غير ما تقولي انت منين وباباك مين وبتشتغل ايه وهواياتك ايه وبتعمل فلوس قد ايه، تقدر تعرف نفسك ازاي انت مين لو شلنا الحاجات دي كلها منك؟ فتعرف نفسك، تشوف انت ايه. لو انت مش النجاح اللي هتنجحه، انت مش الفلوس اللي هتحققها، انت مش الشخص اللي انت بتحبه هتموت عليه، طب انت مين؟ طب اعرف نفسك. دي كده بترجع لنفسك، ترجع لذاتك. خد وقتك، مفيش حاجه بتحصل بين يوم وليله، انت بتعمل مايند شيفت عشان تقدر تراجع ثقتك في نفسك وتعرف ان انت ليك كنترول على حياتك، وحياتك مش متوقفه على شخص او حدث او شغل او فلوس. ده بياخد وقت، عشان انت كده انت بتبني خلايا عصبيه جديده،
في الدماغ ان انت فتره ان انا دايما الضحيه او دايما ما عنديش كنترول، ده بياخد وقت عشان يتغير. فخليك حنين مع نفسك، الحاجات دي بتاخد وقت. لكن اهم حاجه انت تاخد بالك لما بتحصل، لان لما بتحصل بيحصل عندك تريجرز. فلما التريجر بيحصل دي فرصتك بقى عشان تعمل ايه؟ شيفت للمايند سيت، تغير تفكيرك في الموقف. استخدم الالم كمعلم، استخدم الوجع كمعلم، استخدم خيبة الظن في الحاجة اللي ما حصلتش كمعلم. طب الحاجة دي ما حصلتش، هي عبارة عن ايه؟ انا collecting data، بجمع بيانات وبجمع information. انا كان نفسي مثلا اعمل مشروع، المشروع ده ليه ما ينفعش؟ كان المفروض اعمل 1 2 3، خلاص مش مشكلة اعملهم مرة تانية. استفدت، طلعت برضو كسبان. ليه؟ جمعت داتا، جمعت بيانات، عشان المرة اللي بعدها لما اجي اعمل حاجة تانية تبقى عندي دي خلاص اتخزنت في الملفات. فالتجربة نفسها كانت معلم ليا، التجربة نفسها زادت وضافت ليا. في الآخر التعلق هي عقدة بتربطنا بحاجة برانا، بتحسسنا ان احنا ملناش قيمة غير من الحاجات اللي حوالينا. لكن الاستغناء ده اللي بيعرفك ان قيمتك جاية منك، قيمتك جاية من ربنا اللي اداهالك يوم ما اتخلقت، يوم ما اتولدت. دي قيمتك مش جاية من حاجة بره. فطول ما انت مالي الكوباية بتاعتك منك لنفسك، حياتك مش هتقف وهتحقق كل اللي نفسك فيه. وافتكر افتكر افتكر، الدنيا ما بتديش محتاج. وطول ما انت متزرزر وعندك النيدي انرجي دي اللي انا نفسي وهموت وهاخد الحاجات دي مش هتاخد اي حاجه انت عايزها. ليه؟ عشان ربنا عايزك ترجع لنفسك وتعرف قيمتك من نفسك، مش من اي شخص او من اي حاجه حواليك. يا رب تكونوا استمتعتوا، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكون فرقت معاكم. الاستغناء دي حاجه انا بدات اتمرن عليها من جديد، ما بقاليش يعني مش متعرفه على الكونسبت ده بقالي زمان. ان انا ما اشوفش نفسي في شخص، ان انا ما اشوفش نفسي في شغل، ان انا ما اشوفش نفسي في فلوس، لكن اشوف نفسي من قيمتي اللي طالعه من جوايا، من الحاجات اللي انا شخصيتي بيها دي. ده بياخد وقت، بياخد وقت. فخدوا وقتكم، خلوا بالكم من نفسكم، واستغنوا. انت في الحالتين كسبان، وربنا مش هيدك غير كل خير. لو عجبتك الحلقه قولوا لي رايكم في الكومنتس، واعمل لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم الحلقه الجايه. Ese